وهاي كبة ام آلاء مجود. كبة بقرنبية. فرمنا البصل جوانح، قليناه لصار زهر غامق، وحطينا عليه مقدار كبيتين من المي. بطنجرة تانية عصرنا كل شي حوامض أكيدة وصفيناهن، وهلأ بدنا ننزل الطحينة. مثل ما شايفين عم بنزل الطحينة على الحوامض. هلأ بس تستوي عندي البصلة يلي نحنا قليناها وسلقناها، بدي امرتها واحط المرقة وشوي من البصل الممروط بقلب الصوص، وبعدين بنحطه على النار. من بعد ما استوت عنا البصلة صار وقت انه نمرتها. وهلا عم ننزل البصل يلي مرتناه فوق الحوامض وفوق الطحينة. ما تنسوا رشة الملح أكيد حسب الذوق. وهلأ بدنا نتكل على رب العباد ونقول بسم الله ونبلش بكب القرنبية. مثل ما شايفين بلش يطلع عنا السارج، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. هيدا السارج يعني طبختنا مظبوطة 100%، والعيارات مظبوطة 100%. هيدا السارج مثل ما شايفين بلش يطلع عنا السارج، وهي داير من دار الطنجرة وبالنص. يعني هيدا دليل انه وصفتنا ممتازة، عياراتنا مظبوطة وكل شي مظبوط. شايفين السارج؟ شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. هيك لازم تكون عنا، داير من دار الطنجرة كليتها السارج. شو هو السارج يا أم آلاء؟ السارج هو يلي بيطلع من الطحينة، يعني زيت الطحينة. اوكي، شايفين؟ يعني سبحان الله، الكبة بقرنبية لازم يطلع عنا السارج، والمفتقة البيروتية كمان لازم يطلع عنا السارج. ما بيمشي الحال، لازم ان شاء الله. يعني شايفين؟ ما شاء الله. في اشهى بعد. هلا صار لازم ننزل الكبة. قولوا ما شاء الله. هلا حنبلش ننزل الكبة. في ناس بيقلوها للكبة وفي ناس بيشمعوها للكبة. انا من الاشخاص يلي بحب حتى الكبة نية، هيك بتتعشق الصوص وبيدخل على قلبها من جوا. اوكي، انتبهوا لانه بتطرش، فبكون تنتبهوا منيح. في تعليق والله ما بعرف، بتشهي. بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ من قلب الحدث. شايفين السارج؟ الكبة عم تاخد الصوص لجوا جوا، وليكو شي بشهي. صار وقت السكب. وهاي أطيب كبة
قرنبية بيروتية مع صنوبر البلدي. وهيك بدي أقلكن من مطبخ آلاء مجهود مأكول للهنا. على فكرة هوني في سكبة وهوني في سكبة. أصحابي لما بيعرفوني عم بعمل كبة بقرنبية فأكيد بستحليهم بالكبة، ما في مجال. صحتين الوصفة كاملة على القناة من مطبخ آلاء مجهود. ألف صحة وعافية.